في إطار الحراك الثقافي والفكري الذي يشهده معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، زار الشاعر السوري مطيع الإسليماني جناح مؤسسة رسالة السلام العالمية، حيث كان في استقباله عدد من مسؤولي وأعضاء المؤسسة وسط أجواء اتسمت بالحوار والتبادل الفكري والثقافي. وشهد اللقاء نقاشا مثمرا تناول عددا من القضايا الفكرية والثقافية، مع التركيز على المشروع الإصلاحي للمفكر العربي الكبير الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، وما يطرحه من رؤى وأفكار تتصل بتجديد الخطاب الفكري وتعزيز قيم السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف. وقدم هشام النجار عضو مجلس أمناء مؤسسة رسالة السلام العالمية إلى جانب الأستاذ أسامة إبراهيم الأمين العام المؤسس ومشرف جناح المؤسسة بالمعرض عرضا موجزا حول المشروع الفكري للشرفاء الأحمدي، متناولين أبرز مؤلفاته وأهم القضايا التي يناقشها مشروعه الإصلاحي، وما يسعى إلى طرحه من رؤى في المجالين الفكري والثقافي. وخلال الزيارة أهدت مؤسسة رسالة السلام العالمية الشاعر السوري مطيع سليمان مجموعة من مؤلفات المفكر علي محمد الشرفاء الحمادي، تقديرا لاهتمامه بالشأن الثقافي والفكري، وإيمانا بأهمية التواصل مع الأدباء والمثقفين والمفكرين من مختلف الدول العربية. وأبدى سليمان اهتماما كبيرا بالمؤلفات التي تلقاها، معربا عن رغبته في الاطلاع عليها والتعرف بصورة أوسع على مضامين المشروع الفكري للشرفاء الحمادي، إلى جانب اهتمامه بطرح رؤاه وأفكاره والتعريف بها في الأوساط الثقافية. وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود مؤسسة رسالة السلام العالمية لتعزيز حضور مشروعها الفكري في المحافل الثقافية الدولية، وفتح قنوات للحوار مع الكتاب والمفكرين، ودور النشر والمؤسسات الثقافية بما يسهم في توسيع دائرة النقاش حول قضايا السلام والتعايش والإصلاح الفكري. يترأس الوفد مجدي طنطاوين المدير العام للمؤسسة، ويضم خالد العوام نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة لشؤون الصحافة والتوثيق، وعاطف زايد رئيس الهيئة الاستشارية وعضو مجلس الأمناء، وأسامة إبراهيم الأمين العام المؤسسة، وهشام نجار عضو مجلس أمناء المؤسسة، ودكتور أحمد الشريف المستشار العام للمؤسسة، ودكتور سامح عباس منسق رحلة تركيا وعضو المؤسسة، ومحمد الشنتناوي أمين سر المؤسسة، ومحمد شيخ حسن مدير مكتب المؤسسة في كندا.